نعمتك التي أنعمت عليك. لما ترفع يدك بالماء إلى فيك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، لأن غيرك ما يقدر يرفع يده بالماء. لما تصحى الصبح وتروح تمشي للمسجد قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، لأن غيرك معوق ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد. دخلت مرة في عشاء معزوم عليه، فلما جعلت أسلم على الناس مددت يدي لأحدهم فهز رأسه وقال مرحبا يا شيخ، ما مد يده، فاستغربت ونظرت إليه فإذا يداه مقطوعتان من عند الكتفين. ما أدري هل ولد هكذا ولا أصيب بمرض أو حادث، ما أدري، المهم ليس له يدان. فجلست، وزعوا القهوة وهو ينظر إلى فناجين القهوة تمر، يتمنى لو واحد يتصدق عليه يصب له فنجال ويبدأ يشربه. ينظر إلى التمر، أطيب أنواع التمر بين يديه، يتمنى لو واحد أخذ تمرة وحطها في فمه وبعدين لما يأكلها يضع يده مرة أخرى عشان يأخذ النواة. قلت في نفسي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ترى لو احتاج هذا إلى الحمام من سيذهب به؟ دخل الحمام وينزع ملابسه، فإذا قضى حاجته ألبسه وضأه ثم ألبسه الملابس مرة أخرى. يا أخي إذا رأيت جسمك يتحرك كما تريد قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت. إذا دخلت إلى الحمام وقضيت حاجتك قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. دخل بعضهم على أحد الملوك فطلب الملك شربة ماء، فقال له يا أيها الملك لو منعت عنك هذه الشربة بما تشتريها، لو قيل لك ما نعطيك هالماء إلا لين تشتريه، قال والله أشتريه وأدفع حتى أصل إني أدفع نصف ملكي. قال فلو أنك شربتها واحتبست في داخل بطنك ولم تخرج إلا بنصف ملكك الآخر تدفعه؟ قال إي والله أدفعه. قال فاحمد الله على ملك لا يساوي عندك شربة ماء. والله يا أخواني رحت قبل أمس لمركز غسيل كلى زيارة، أطفال أعمارهم على 7 سنوات عنده فشل كلوي وعلى هالسرير ومشبكين له الأسلاك، وأمه عنده تمسك يده لا يلعب بالأسلاك عشان يسوون له غسيل كلوي، ويأتي كل سبت واثنين وثلاثة وأحيانا يأتي الجمعة، وتقول أمه والله يا شيخ لو تمسكنا زحمة وانت أخر نصف ساعة ما دخلونا، لأنه يصير خلاص بدأ دور الشخص اللي بعدكم، خلاص أنتم تأخرتوا. تقول لا نقدر نسافر ولا نذهب ولا نجي إلا لأن نتأكد أن المكان اللي هناك عندهم مكان لغسيل الكلى. ولدي أحيانا يبغى يطلع مع أخواله ولا مع أطفال ولا بيروح مكان ولا رحلة، أقول له يا ولدي أنت عندك بكرة غسيل كلى ما يصلح تروح. قلبت حياتك كلها أبو 7 سنوات وأنت تشرب الماء ثم تدخل دورة المياه وتخرجه. قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا رأيت بنتك أو زوجتك أو أمك ومحارمك مستورات ما حد تعرض لهم ولا حد اغتصبهم ولا حد يهددهم صور، ولا هربانة بنتك ولا أختك دخلت ولقيت البيت آمن، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. واحد من طلابي في الكلية غاب أسبوع أو أسبوع ونصف تقريبا، ثم جاء وداوم، فجاء يكلمني يبغاني أكلم له بعض زملائنا الدكاترة ينزلون عنه الغياب. قلت طيب وش عذرك يا سعيد، وش اللي مغيبك؟ قال يا شيخ ظروف. قلت ايش الظروف؟ قال ولدي مريض. قلت كلنا عيالنا يمرضون. قال لا هو مريض وعنده يا شيخ تليف في الكبد أدى إلى تسمم في الدماغ في الدم، والآن عنده تسمم في الدماغ. قلت أسأل الله أن يشفيه ويعافيه، وإن قبضه الله إليه فأسأل الله أن يجعله شافعا لك، شفعه ولا نفعه، أسأل الله يجعله شافعا لك. فقال يا شيخ وين شافع؟ ولدي يا شيخ عمره 17 سنة حافظ القرآن في المعهد العلمي. فقلت أسأل الله إن قبضه إليك أن يبارك لك في إخوانه. فقال يا شيخ والله ما عندي إلا هذا الولد. إذا شفت عيالك طيبين وبخير قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق،
سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. كم من إنسان أصبح صحيحا وأمسى سقيما، أو أصبح فرحا وأمسى حزينا، أو أصبح سليما وأمسى مصابا، أو أصبح مستورا وأمسى مفضوحا. كم من واحد نعوذ بالله ما يمسي الليل إلا اكتشف أن أخته مصورة وصورها في الإنترنت ولا في غيره. أحمد الله إذا رأيت نعمة، قل ربي أوزعني أن أشكر. يا ربي ساعدني ووفقني أني أشكر نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة اللسان ونعمة اليد ونعمة المشي، والكلى تتحرك والكبد تشتغل والقلب يشتغل. يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي.